السلام عليكم. هو احنا ليه بقينا معقدين قوي كده؟ يعني ابسط حاجه وابسط قرار ممكن تاخده في حياتك معقده. مثلا لو انت هتعمل كوبايه شاي، ايه ده، انا لسه هقوم واسخن الميه واحط الشاي. يعني ليه معقدين اي حاجه كده؟ مكلكعين الدنيا، مسودينها في عينينا ليه؟ يعني انا نفسي اعرف ليه. يعني مثلا لو لابتوب عندك حاجه فيه باظت، بتقعد تحاول ان انت تصلحه وتحس ان الدنيا عندك وقفت. فبدل ما تنزل ان انت توديه للراجل يصلحه، ممكن يكون موضوع بسيط. تقعد تتعصب وتحاول، ولما ما تلاقيش حل تبدأ تتعصب على اللابتوب وتخبطه وممكن ترميه. فبدل ما كنت هتنزل تصلحه ب 300 جنيه، هتلاقيك داخل في 1000 2000 جنيه لان انت كسرت فيه حاجات. ليه دايما عقلنا بيضخم المواضيع؟ ليه دايما يعني لو قدامي مذاكرة دلوقتي وعندي حاجات اعملها، بدل ما اقسم الحاجة بالراحة وابدأ، يعني بس مجرد ان انا ابدأ في حاجة هلاقي الحمد لله ان الدنيا بدأت تمشي. لا، هو انا لسه هقوم اذاكر؟ ده انا ورايا 5 مواد مذاكرة، ده كل مادة فيها 30 40 صفحة مذاكرة. ليه بتقعد تعقد الدنيا؟ ليه بتضخم الدنيا فتوصل لنتيجة ان انت مش عامل حاجة والدنيا تتراكم عليك؟ الموضوع اسهل وابسط من كده، ان انت بس مجرد ان انت تبدأ. اول ما بتبدأ هتلاقي ان كل حاجة مشيت لوحدها. هحكي لكم قصة لازم نستفاد منها جدا من القرآن الكريم. في زمن النبي موسى عليه السلام، في بني إسرائيل حصلت جريمة قتل. فهم بقوا مش عارفين مين اللي قتل القتيل. فقعدوا يتبادلوا الاتهامات. فطبعا لجأوا لسيدنا موسى عشان يقول لهم مين القاتل. فطبعا ربنا أوحى لسيدنا موسى عليه السلام ان هم يذبحوا بقرة. فطبعا هو قال لهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمركم ان انتوا تذبحوا بقرة. قالوا لسيدنا موسى عليه السلام: انت بتستهزأ بينا. فسيدنا موسى عليه السلام قال لهم: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا مش بستهزأ بيكم، ربنا امركم بذبح بقرة. طبعا بدل ما هم يذبحوا البقرة وخلاص والموضوع ينتهي، موضوع بسيط جدا، اي بقرة، عقدوها وكلكعوها على نفسهم. قالوا لسيدنا موسى: ادعي لنا ربك يبين لنا ما هي. ادعي ربك يبين لنا البقرة دي شكلها ايه. فالله سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا موسى ان البقرة وسط في العمر، مش كبيرة في السن ولا صغيرة. فسيدنا موسى قال لهم الوصف اللي الله سبحانه وتعالى اوحى له بيه. فطبعا ما كفهمش الوصف ده، قعدوا يعقدوها على نفسهم اكتر. قالوا لسيدنا موسى: ادعي لنا ربك يبين لنا ما لونها. قعدوا يعقدوها، طب هي لونها ايه؟ فالله سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا موسى انها بقرة صفرة لونها فاقع، تسر الناظرين، يعني شكلها حلو، اللي يبص لها يحس بفرحة. فطبعا بدل ما يذبحوها برضو، قعدوا يعقدوها على نفسهم اكتر واكتر. طب ما تذبحوا اي، يعني الاوصاف دي كفاية جدا، لا نعقدها اكتر واكتر. قالوا لسيدنا موسى عليه السلام: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه عليه. يعني البقر شبه بعض، بقينا متلخبطين، البقر كله شبه بعض. فطبعا سيدنا موسى ربنا أوحاله إن البقرة لا تستخدم في حراسة الأرض ولا في سقي الزرع، ما فيهاش أي نوع من أنواع العيوب، ولونها كله اصفر، ما فيهاش اي لون تاني. ودي طبعا كانت الاوصاف بالتفصيل زي ما هم طلبوها، ولكن الله سبحانه وتعالى من البداية كان مسهلها عليهم جدا وميسرها جدا، وقال لهم اذبحوا بقرة، اي بقرة وخلاص. بس هم عقدوها. طب نتعلم من القصة دي ايه؟ ان احنا نبسط الامور. يعني لما يبقى قدامك حاجة بسطها على نفسك، ما تقعدش تعقدها. يعني ربنا كان امرهم بحاجة بسيطة، ان هم يذبحوا بقرة، اي بقرة. كانوا ممكن يذبحوا اي بقرة والموضوع خلص، لا قعدوا يعقدوها. طب لونها ايه؟ طب شكلها ايه؟ لا البقر متشابه، لا اوصف لنا اكتر. نفس الكلام احنا بنعمل. المهم نرجع للقصة تاني. فلما ذبحوا البقرة، ربنا امرهم ان هم يضربوا بجزء من البقرة المتوفي اللي هو الراجل المقتول.
فلما ضربوه الراجل الله سبحانه وتعالى اللي هو الراجل الميت، الله سبحانه وتعالى أحياه مرة تانية، وقال لهم مين اللي قتله. يعني القتيل صحي وقال للقوم بتاعه أنا قتلني فلان، وربنا بعد كده أماته مرة تانية. ربنا بعد كده يعني هو أحياه عشان يقول لهم مين اللي قتله، وبعد كده ربنا موته مرة تانية، فعرفوا مين القاتل. يعني الموضوع اتحل. فنفهم من الموضوع ده ان احنا لازم نبسط الامور، ما نقعدش نعقدها على نفسنا. الجدل الكتير، الكلام الكتير، نقعد نجادل، نقعد نعقد، دي يا جماعة من الصفات السيئة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في القرآن الكريم. ما ربنا ليه قال لنا القصة دي في القرآن الكريم؟ عشان احنا كمسلمين نستفيد ان احنا ما نعملش كده، لان دي صفة سيئة ان انت ما تعقدش حاجة على نفسك. يعني ربنا يبقى مسهلها عليك وانت تقوم معقدها. اهم حاجة ان انت لو عندك حاجة تقوم تعملها، قوم ابدأ فيها دلوقتي، هتلاقي ان هي ان شاء الله وبإذن الله خلاص بدأت الامور تسير، بدأت الدنيا تمشي معاك لوحدها وانت مش عارف ايه. اما تقعد تعقدها، اصل انا هعمل كذا، اصل الموضوع هيبوظ، اصل لا ده كتير قوي، لا قوم. اللابتوب بتاعك باظ، خلاص قوم البس وانزل وديه للراجل. شوف الموضوع بمنتهى البساطة ازاي. ما تقعدش بقى تكسر فيه وتحاول ومش عارف لا، انزل شوف ايه اسهل طريقة واكتر طريقة ما تضيعش فيها وقتك. انزل اديه للمتخصص الراجل يشوف لك فيه ايه. عندك مذاكرة، اتفضل قوم ذاكر، يلا على طول كده هتلاقي الموضوع مشي معاك. عندك مشوار صعب، قوم البس وانزل اعمله. هي الدنيا بتمشي كده. عايز تقدم في مكان، حضر السي في بتاعك ويلا قدم. ما تقعدش تأجل، ما تقعدش تجادل. يا رب يعني القصة ان انتوا تعملوها وتطبقوها في حياتكم. يعني لو فضلت معقد الدنيا ومكركب الدنيا على نفسك، عمرك ما هترتاح، لان انت طول الوقت هتفكر ده انا ورايا كذا ورايا كذا وعايز اعمل كذا. فانت قاعد ما بتعملش حاجة بس مش مرتاح، دماغك وعقلك شغال. طب ليه ما تسهل الموضوع عليك وتقوم تعمل حاجة؟ محتار في حاجة، عايز تقول حاجة وخايف يكون رد فعل، ما تقولها. ما تعمل حاجة، جرب يا اخي، نفعت ما نفعتش خلاص، على الاقل يبقى انت حاولت، يبقى انت جربت. ما تقعدش تلوم نفسك، ده انا لو كنت، ده انا لو عملت. لا، اعمل والنتيجة دي بايد ربنا. موضوع طلع تمام، ظبط معاك تمام، ما طلعش تمام، الحمد لله انت جربت وعملت اللي عليك، وهادي كده خلاص، مفيش حاجة تاني تعمل. سلام عليكم.